خير الخوت، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نمشيو معنا واحد الوجهه ديال غابه الرميلات او منتزه الرميلات. باش نمشيو الخوت لهذا المنتزه خصنا على الاقل المهم نشبروا الطرامبيه او الطاكسي. المهم حنا دابا نمشيو نشوفوا شنو نشبروا ومن بعد نكملوا الفيديو. المهم كملوا معنا الفيديو. الخوت لقيتونا في ايبيريا وغنتسناو الطرامبيه باش تجي باش نمشيو. ناخذ دابا وصلنا لمنتزه الرميلات او غابة ديال بريدكس. ركبنا في الطاكسي 5 دراهم الخوت، كاين الطرامبيات هي 4 دراهم، مكاينش الفرق. انا الخوت دابا حدا هذا هو القصر الخوت ديال بيرديغاريس اللي تم بناؤه الامريكي اصل يوناني اللي سميتو ايوان بيرديغاريس، اللي بناه على حساب الزوجة ديالو. جاب واحد الموقع اللي ناضي الخوت وسط غابة ديال الرميلات كهدية لها الخوت، فجا مطيل على الطريق. المهم الخوت هذا القصر يعني كهدية للزوجة ديالو واحد الموقع بعد ما دار يعني 5 ديال القارات، وبانت له هاد البلاصة هادي بالضبط الرميلات اللي جات في الشمال المغرب طنجة بالضبط يعني في الجبل الكبير. تم بناؤه في 1878. هذا هو المنتزه الخوت اللي كيستقطب بزاف العائلات واصدقاء اللي كيجيو هنايا، كيجيبوا الماكله ديالهم، كيجيو الراحه. المهم كيجيو الايامات ديال السبت والحد كيجيو الماكله ديالهم كياكلوا هنا. المهم وانظف منتزه الخوت هذايا في هاد المنطقه ديال طنجة. البحر الابيض المتوسط وجا على شنو سميتو على جبل طارق، جا في واحد الموقع استراتيجي ناضي. وهنايا واحد الغابة، هنايا الغابة يعني واحد الشجر ديالها طوالي بزاف ديال البلاط فيلاني، وكاين شجرة يلا مرسوم بالقرن 20 شجرة عادية. نمشيو دابا الخوت واحد البلاصة اللي ناضية كطل على جبل طارق اسبانيا. المهم خارجة على طرف الغابة واحد البلايصة ناضية الخوت، غادي تشوفوها دابا. المهم هنايا البلاصة اللي تستحق انك تجي ليلة فهمتي تصورها. الشجر كامل الخوت بحال داكشي ديال الافلام، الشجر من الفوق لتحت كيفاش طالع مفرش من فوقي. هو الخوت المنظر كامل هنايا ولا السحر. كطلع على جوج واجهات دابا، على جبل طارق واسبانيا بجوج. انا الخوت هذا منظر بانورامي تلقاه في طنجة هنا. الغابة هي هادي، بحر هو هدا، اسبانيا هي، جبل طارق ها هو تا.
زرعت حدك كتير.